أن أكون على رأس هذه الولاية المجاهدة، هذه الولاية المعطاء، هذه الولاية المضيافة منذ سنة وأنا أحاول أن أجوب كل قطر هذه الولاية، باعتبار أنها غير ممكن أبدا أن نرسي قاعدة عمل دون أن نتعرف على هذا الوسط، دون أن نتعرف على هؤلاء السكان الذين يقومون به، دون أن نعرف ما هي مشاكلهم، ما هي طموحاتهم. إذا لذا ارتأينا مع الإخوان من صعيد وآخر على مستوى آخر، من مساعدين على مستوى الولاية ولكن كذلك من المحليين على المستوى المحلي. حاولنا أن نعمل معا وبإطار تنسيقي لندفع بعجلة التنمية، ولكن لابد أن ندفع بها في إطار منظم مهيكل، في إطار استشاري. لذا كان وجب علينا أن نتعرف على كل نقاط ضعفها وكل نقاط قواها، كانت الزيارات العديدة إلى كل بلديات الولاية 67 إلى بعض من قراها، والاجتماعات التي عقدناها مع لجان الأحياء كانت جد مفيدة لنا لنضع إذا هذا ما يسمى بالكارنيت بور. إذا اليوم نعرف كيف الولاية ستكون على 5 سنوات، نعرف كيف الولاية ستكون على 10 سنوات. كل الذي يأتي على مستوى آخر كمسؤول عنده خريطة طريق. بالنسبة للتنمية ثاني كانت بالنسبة لي أنا اكتشاف رجال ونساء في المستوى المطلوب. الناس يحبوا الولاية تاعهم، الناس يحبوا يعاونوا الآخر، الناس عندهم ثقة في مسؤوليهم. إذا كان هذا التلاحم وكان هذا الانسجام وكان هذا العمل المشترك، ولعل الحفل اليوم يعني يرمز إلى هذا التلاحم. إذا وأنا ذاهب من هذه الولاية لتقاعد بعد مشوار أعتبره طويل جدا، قرابة أكثر من 26 سنة في المنصب هذا عبر 9 ولايات منذ سنة 1989. نظن حان الوقت لأن نترك هذا المكان إلى من يأتي بعدنا، إلى الأجيال القادمة. وأنا أذهب من هذه الولاية يعني مازال راسخة في ذهني هذا الرجال الذين يحبون ولايتهم ويحبون بلدياتهم، هذا التماسك، هذا يعني التواجد وهذه الشجاعة الكافية. كي تكون حاجة مليحة يقول لك مليحة، كي ما تكونش مليحة يقول لك ماشي مليحة. والواحد اللي يجي لهنا لازم يكون عنده قدرات باش يقنع، والناس هذو ما يطلبوا إلا اللي يقنعهم، إلا الحجة. والحمد لله أنا نروح وأنا يعني كل ارتياح أنني مثل على مستوى ولاية تقدر جهد الرجال وتقدر العمل الدؤوب والعمل المفيد والعمل المنتج.